وتتوالى الأحداث يوم بعد يوم. مشاعرنا بتتغير، أخلاقنا بتتغير. وقفت كتير أفكر في اللي وصلنا له، إيه اللي نقدر نقدمه لمجتمعنا، إزاي نظهر الحقائق، إزاي نوقف الإشاعات، إزاي نعرض كل ما هو جديد عشان نستفيد منه، إزاي نساعد في نقل الصورة، إزاي نساعد في نقل الصورة كاملة من قلب الحدث. في الشباب عقل وفكر جديد، إزاي ننميه ونطوره. في المرأة عطاء وإرادة، إزاي نستثمرها. في الرجل قوة وحكمة، إزاي نستفيد منها. في الأطفال أمل وحياة، إزاي نبنيها لهم. قررت أعمل مزج بين رؤيتي ورؤى نماذج كتير بنتعامل معاها في حياتنا، الطالب والعامل والمعيلة وذو القدرات الخاصة. اكتشفت ان جوانا طاقة ايجابية كبيرة جدا رغم اي ظروف بنمر بيها. اكتشفت ان كل محنة بتمر علينا بتحولنا لأقوى مما كنا. عشان كده اخترت اكون بينكم، انقل لكم كل حاجة بتحصل، نفرح بانجازاتنا ونطور من ادائنا عشان احنا نستاهل نكون في افضل حال. محمد غبارة، ميديا مصر. شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك اللي بيرأسها مهندس مجدي الطاهر رئيس مجلس الإدارة. يعني هو الراجل من طبيعته عمل الخير، فتواصلنا مع شرفة الجمعيات في برج العرب على أساس كان طلبهم إن احنا نعمل لهم معرض، وتم عمل المعرض واحنا بنعتبر رايحين للمعرض، وده بيتكرر ان شاء الله، بس ينجح المعرض والناس تبقى مقتنعه انه في نجاح. مفيش مانع انه يتكرر مره واثنين وثلاثه ان شاء الله. يومين 10 و11/7 السبت والحد. نعم تؤمر تحت امر. صباح الخير. احنا النهارده بصدد معرض، يعني هو تعاون اولي ما بين شعبة جمعيات برج العرب وشركة روبكس والمؤسسة اللي هي عاملاها اللي هي المؤسسة المصرية للصناعات الصغيرة والمتوسطة. احنا هدفنا فتح نافذة تسويق لكل حد عنده شغل في بيته ما عندوش مكان يعرضه، ما عندوش محل، شغالين اونلاين، اللي شغالين من بيوتهم، المعارف ان هم يكبروا. الحاجة التانية ان احنا عايزينهم لما يسووهم يرجعوا يشتغلوا تاني، فبرضه بنوفر التدريب للناس دي. وان شاء الله المعرض ده بنأمل ان هو يكون معرض دوري، يعني اول مرة هنحاول نعمله كل 3 شهور، بعد كده ان شاء الله يكون كل شهر باذن الله، وباذن الله يكون حاجة ممتازة. اهم حاجة ان انا امل ان يزيد التسويق عليه النهاردة، العرض ده ينزل بسرعة عشان الناس تيجي للمعرض ويشتروا، واحنا عاملين جوائز على ارقام الدخول، وعاملين جايزة كبيرة خالص لأكبر قدر من المشتريات، بحيث ان يكون داعم للاثنين. ممكن اي حد يشتري مبلغ يلاقي نفسه كسبان جايزة اعلى من المبلغ اللي هو اشترى بيه. احب بس اضيف ان اي حد عنده عمل عايز يكبره يجي لنا جمعية المستقبل ويجي لنا شعبة جمعيات برج العرب، واحنا هنساعده ان شاء الله. عايز يشارك في المعرض هنا او في اسكندرية او في اي اهلا وسهلا بيكم في معرض انتاجنا مصري. المعرض ده معمول على مستوى المحافظات كلها، المشرفة عليه شعبة جمعيات برج العرب، ويشرفنا ولأول مرة إن شاء الله، وتحت رعاية شركة روبكس إن شاء الله. طبعا شرفنا رئيس الجهاز وشرفتنا وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة ماجدة جلالة. مساء الخير يا استاذ محمد. طبعا انت نورتنا وشرفتنا في المعرض، وطبعا قناه ميديا مصر من القنوات المميزه عندنا وفي كل المعارض بتاعتنا، المعرض الاولاني والمعرض الثاني. طبعا انا حسين بلبل محمد سليمان، برج العرب القديم، التضامن الاجتماعي وشعب الجمعيات برج العرب. طبعا احنا طبعا المعرض دوت بنعمله كل سنة، ودي تاني سنة. المعرض دوت حضرتك احنا برعاية شركة روبكس طبعا بنتتولى الناس اللي بتصنع في المنزل واللي ما عندهاش محلات والناس اللي ما عندهاش لقمة عيش ومش عارفة تسوق. فاحنا لما تتمنى شركة روبكس انها بتعمل المعرض، واحنا بندعي كجمعيات وشعب الجمعيات والتضامن بندعي
جميع الناس اللي موجودة بتصنع في بيوتها عشان تيجي تسوق بضاعتها. والحمد لله رب العالمين ده المعرض الثاني، وحضرتك حضرت معانا ميديا مصر، وكان معرض على مستوى عالي جدا. واحنا بقى نتمنى من جميع القيادات اللي موجودة حضرتك في برج العرب او في الاسكندرية بمساعدة الناس اللي موجودة في المعرض. طبعا لما بنيجي ناخد موافقات ولا حاجة ما بنلاقيش حد يستجاب معانا، ونشكرك يا استاذ محمد على اللقاء الجميل ده جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتورة سحر الدريني، تخصص سمنة ونحافة وتغذية علاجية. موجودة في المعرض النهاردة إن شاء الله، معرض المنتج المصري، الإنتاج المصري عن الناس اللي هم الحرف الطبيعية. تمام. في مجموعة من المعرض هنا حاجات طبيعية وعسل ومنتجات يدوية للنوبة ومصر، تبع جمعية الجدار المتين، تبع دكتورة سلوى عبد القادر. تمام. طبعا معرض مميز جدا وحضروا ناس كتير جدا، وان شاء الله باذن الله يوفر للناس كلها حاجات اسعار مخفضه وخامات مميزه. تمام. وانا بشكرك طبعا على اللقاء الجميل ده، وبشكر الحاج عاشور. انا طبعا عيادتي هنا عندكم هنا في برج العرب، وان شاء الله باذن الله تشرفوني. وانا بشتغل بالاعشاب الطبيعيه والنظام الدايت، وطبعا الستات بعمل لهم جلسات تفتيش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاسم عاشور محمد درويش، الكائن بالقرية المركزية برج العرب. والله النهارده احنا جينا يوم سعيد فعلا، في تجمع جميل تحت قيادة جمعية الجدار المتين بقيادة الأستاذة الدكتورة سلوى عبد القادر والفريق اللي معاه. بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة جدا. والله كنت غير متوقع على الحاجات اللي موجودة هنا، يعني بسم الله ما شاء الله. يعني بل النوبة يعني بتاخد نصيب الأسد، النوبة بتاخد نصيب الأسد. حاجات جميلة جدا جدا، واحنا بنشكر الفريق العمل اللي هو موجود مع الدكتورة سلوى عبد القادر لوجود الحاجات دي. بصراحة حاجات جميلة جدا جدا وأسعار جميلة جدا. وفي نفس الوقت ان انا بشكر جدا جدا الاعلام المتميز الاستاذ محمد غبارة اللي هو غني عن التعريف، يعني بشكره جدا جدا، والفريق الطاقم العمل اللي معاه، لان الاستاذ محمد غبارة غني عن التعريف وراجل محترم وراجل كويس، وجزاك الله خيرا وشكرا على التغطية الجميلة دي. شكرا. شكرا. فاز محمد. معك مجد ربيع مدير دار الايتام ببرج العرب. احنا النهارده مشتركين بشغل بامبو وشغل سجاد وشغل بتاع البنات، الحاجات اللي هي الكروشيه وكده. عندنا البامبو فيه كراسي وفيه ترابيزات، السجاد بانواع مختلفه برضه. ده كله انتاج الاولاد المعاقين اللي هو في الدار، طبعا بالاضافه الى مدرب بيدرب الاولاد وبيساعدهم في انتاج الحاجات دي كلها. في تنميه مهارات برضو، فيه بوكيهات ورد وكده في البيع. الحمد لله ان المعرض فرصه سعيده ان هو بيظهر الانجاز بتاع الاولاد ده للجمهور. والحمد لله احنا بنشكر كل الناس اللي قاموا على رعايه المعرض، وبنتمنى المزيد. الانتاج حلو والناس كتير من الجمهور بيسألهم وبياخدوا وبيشتروا حاجات. الحمد لله. بنتمنى الخير للجميع والتوفيق، والف الف شكر. انا اسمي مروه من برج العرب، هنا من المنصوره اصلا، في برج العرب. الفكره بتاعتهم دي عجبتني جدا جدا، انا جايه صدفه اصلا، بس لازم عندهم حاجات جميله وحاجات المصريه جميله جدا. اشتريت الانسيال ده لسه اشتري حاجات ثانيه. طيب انت قولي لنا يعني بالنسبه للاسعار، شايفه ان هي حلوه جدا؟ ده الاسعار مناسبه جدا جدا على فكره، مع اغلى الاسعار اللي احنا فيه، بس اسعارهم حلوه جدا. طب تقولي ايه بقى للناس اللي هي لسه ما جاتش؟ لا قولهم تيجوا انزلوا، يلا انزلوا، جو جميل كمان. بالتوفيق ان شاء الله، ونشوفك النهارده وبكره باذن الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا. جمعية ايه؟ جمعية المستقبل؟ هنا في برج العرب؟
حضرتك ممكن تكلمينا عن الجمعيه والاطفال اللي معاكم دلوقتي وبيعملوا ايه؟ هم دلوقتي شغالين اللي هو شغل لون، بيعملوا كوفيات وكده. كده بنفسك الاول وعرفنا بالجمعيه. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي ياسمين السيد، شغاله معاهم في الجمعيه. طب اعمل ايه؟ انت جمعيه ايه؟ جمعيه حضانه الشروق، دي اشتكاء خاصه. الاولاد اللي عندكم بنات؟ في بنات وفي صبيان، وبرضه شغالين برضه شغل نوم. يعني هم بيتعلموا الحاجات دي عندكم في الدار بتاعتكم؟ ايوه، في ال 14. انتوا ال 14 عماره؟ في ال 14 عماره. اسمها حضانه الشروق، دي اشتكاء خاصه. حضرتك ايه؟ حضانه الشروق، دي اشتكاء خاصه. انا حضرت عندهم حفله قبل كده كانت تبع انت عندك برنامج ميديا مصر. ماشي. عمر ده بيعمل ايه؟ كلمي ياسمين. ايه انت بتعملي ايه دلوقتي؟ بيلعبوا. بتعملي ايه؟ يلعبوا لون. بتعملي بلوفر يعني ولا ايه؟ لا فينا. تمام. انت بتعرفي تعملي ده لوحدك ولا اتعلمتي؟ لأنه كل حاجة. انت بتعملي كل حاجه؟ اه. ما شاء الله. الحاجات دي المنتجات بتاعتهم هم اللي بيعملوها وانتوا بتبيعوها؟ ايوه. عندكم معرض هناك في الدار؟ لا. مش معرض للبيع والحاجات دي في الدار؟ طب انت اسمك ايه؟ بيلعبوا. ايه؟ بيلعبوا. اللي بعدها؟ اسمك ايه؟ فاطمة سيد مراد. بتعرفي تعملي ايه يا فاطمه؟ عشان النار وعم خلاص. تشتغلي معاهم كده؟ والجبال اللي بتاعتها؟ يا منى. اسمك ايه؟ اسمي محمد محمود. وانا محمد محمود. اتعلمت ده برضه في الدار؟ اتعلمت ده في الحضانة؟ ايه. ربنا يوفقك يا رب. شكرين. اسمي اسماء عبود. انا بعمل شغل جلد طبيعي النهارده، جايه اعرض شغل جلد طبيعي هاند ميد. وطبعا ده جلد طبيعي 100% بيور. انا بشتغله هاند ميد كله، يعني القطع كلها تبقى هاند ميد 100%. ايوه طبعا انا اللي عاملاها. كده هنافس حاجه ثانيه. لا ما هو ان شاء الله، يعني انا بالنسبه لي مشروع الجلد ده ان شاء الله ربنا يسهل ان انا عايزه اعمل ورشه للجلد، لتصنيع الجلد. الورشه هتبقى شامله بقى كل حاجه، شامله ان انا هبتدي اقطع فيها تقطيع الجلد والتخريم، وفي نفس الوقت خياطه الجلد اللي هي الخياطه اليدويه دي تبقى خياطه يدويه 100%. في حزمه رجالي طبعا. لا بس مش النهارده، ممكن اجيبها لك معايا ان شاء الله. في شغل تاني زي مثلا حظاظات. دي حظاظات بس دي حريمي يعني. تمام. دي بتتلبس حظاظات، دي بتتلبس في الايد، دي حريمي. تمام. شكلها حلو قوي يعني. عامله 50 جنيه. ممكن يعني اعمل لكم تخفيض. الحزام بكام بقى لما الحضانه دي ب 50 جنيه؟ لا هو طبعا الحزام بيبقى اغلى من 50 جنيه. لا الحزام طبيعي يعني جلد طبيعي بيبقى اغلى من كده يعني شويه، اغلى طبعا يعني. بس حضرتك هيبقى ليك خصم خاص يعني ان شاء الله. هو مبسوطة اكتر بجد ان انا شفت حضرتك النهارده وسجلت معاك. هبقى مبسوطة جدا ان انا يعني بجد لما تشرفنا تاني بكره، ولما الناس تيجي بقى من طرف حضرتك ان شاء الله يشرفونا في المعرض بكره ان شاء الله. عايزين نعمل دعاية كويسة للمعرض عشان الناس تستفيد، كل الناس تستفيد يعني ان شاء الله. ربنا يخليك. ربنا يخليك. حاجاتك كلها حلوة جدا. انا دايما بجيب منها من اسكندريه، يعني بجيب منها اونلاين. فاكره كده سمحه خدت منها باسامي، بنقدمها هدايا يعني. قولي لنا بقى يعني اهتمامها، وقولي لنا بقى عرفينا بنفسك بتعملي ايه؟
انا ايمان خريجة تجارة. انا ايمان ابراهيم خريجة تجارة وقعدت في البيت، يعني كنت بشتغل قبل الجواز، وبعد كده لما قعدت في البيت حبيت ان انا اعمل حاجة بقى يعني في وقت الفراغ، فبدأت اشتغل شغل الهاند ميد، بس بدأت اعمل بقى لا كله اونلاين. معارض يعني تبع المعارض؟ مش بنزل كتير برضه معارض، هو الشغل كله اونلاين بالظبط. جيب الرقم من اليمين عشان يوصل لك. ميرفت عبد الباسط، مستشارة تغذية لشركة زيتا انترناشونال. الشركة بتاعتنا منتجاتنا كلها عبارة عن أواني طهي صحية، الشركة كلها ميديكال بتسعى للصحة وللجمال. المنتج بتاعنا كله بيور معلهوش أي خليط. المنتج بتاعنا سبيكة 304 و316 ال نيكل كروم، ما بتتفاعلش مع الأكل نهائيا، عشان كده عليها جرانتي مدى الحياة بيتوارثها الأجيال. المنتج بتاعي هنا هو عليه جرانتي مدى الحياة، تمام كده. المنتج بتاعي بعمل فيه جميع انواع الاكل عندي بدون سمن وبدون زيت وبدون ميه. هنا بسلق فيها الكرنب من غير ميه، ورق العنب من غير ميه، البيض من غير ميه. ليه؟ لان البيض دون بيبقى فيه ماده مساميه بيطلع الكالسيوم اللي في البيض كله بينها بره، فعشان كده الانسان ما بيستفيدش حاجه بالبيض دون. فاحنا هنا بنسلقه من غير ميه عشان نستفيد من كل حاجه فيه. في نفس الوقت ان انا بقلي هنا السمك مع البانيه مع البقلاوه مع بلح الشام، ما فيش اي حاجه تاخد طعم من الثانيه. عندي المنتج بتاعي بيور ما بيتفاعلش مع الاكل نهائيا. المنتج بتاعي لو اللبن فضل يغلي فيه ما يغليش وما يدلش على البوتاجاز طول النهار. المنتج بتاعي ميزه حلوه جدا فيه ان هو كويس جدا لتقويه جهاز المناعه، كويس جدا للي عندهم الضغط والسكر والقلب والكوليسترول، مقاوم لمرض السرطان، ان هو ما بيتفاعلش مع الاكل نهائي. المنتج بتاعي كله ما بيتفاعلش مع اي حاجه خالص. المنتجات كلها صحيه، المنتجات صحيه. انا عندي هنا لو شويت سمك برده، شويت كفته، شويت بانيه، كله مع بعض، ما فيش اي حاجات تاخد طعم من الثانيه. زي عامله 12000 جنيه، بعد الخصم عامله 10000. هي تقسيط بدون فوائد، تقسيط بدون فوائد على 20 شهر. تقسيط بدون فوائد على 20 شهر. القسط الشهري بتاعنا 450 جنيه، غير الهدايا اللي بتاخدوها مننا بتبقى اقل هديه 3000 جنيه. دي ب 12000 بعد الخصم عامله 9800. دي ب 12800 بعد الخصم عامله 9800 برضو. دي عامله 8000 جنيه بعد الخصم، دي عامله 5000 بعد الخصم. عندنا على حسب الاحجام وعلى حسب الكميات، تمام. نفس القصه عندنا دي الحله الاوفال بتاعتنا، حله اوفال بقى عرق ريست وبط الحاجات دي كلها، تمام. الميزه في الاواني عندنا ان هي بتقي من امراض كتير جدا في المعده، الموضوع القولون، ارتجاع المريء، عندك هنا الحموضه، الكلام ده كله ما بيحصلش معانا في الاواني بتاعتنا، لانك انت بتعمل اكلك كله بدون سمن وبدون زيت نهائي. عندي هنا فلتر الميه، الفلتر بتاعي ما فيهوش انبوبه تحت الحوض، الفلتر بيفلتر منه مباشره للحنفيه، بيفضل يفلتر لي 9 لتر ميه كل نص ساعه. يعني انا كل نص ساعه بيفلتر معايا 9 لتر ميه، بيفلتر لي 480 لتر ميه في اليوم. مفيش اي ميكروب، مفيش اي بكتيريا فيه. الفلتر منقي جدا، فيه مواد من جوه فلتر. عندنا الميه فيه ولا طعم ولا لون ولا ريحه. في عندي السيراب اير، ده موجود في جميع انواع المستشفيات، القوات المسلحه والشرطه والفي اي بي، ان هو اساسا لو انت عندك فيروس كورونا ما يتنقلش من شخص لشخص. في نفس الوقت لو انت عندك دور برد ما حدش يتنقل للتاني، بيخلي المزاج عندك بيبدا يسحب الطاقه السلبيه ويديك طاقه ايجابيه، فعلشان كده ما بيتفاعلش مع اي حاجه خالص السيراب اير دوت، تمام. شكرا. انا لسه مبتدئه. نادية مغازي، لسه مبتدئة، بعمل اكسسوارات هاند ميد براند بنت المغازي، بعمل حاجات تعقيق احجار كريمة، وبعمل سكارفات، وبعمل حاجات نحاس، شغل نحاس. ده شغلي انا، لسه مبتدئة. بس وبعمل الدعامة بتاعت الماسكات، بدل البلاستيك دي دعامة بأشكال. دي ألواناتها،
دي الأساور. صباح الخير، مدام شامة مشرفة شمع عرفة حسن، مشرفة نوادي المرأة منطقة الجمرك الطبية. انا اسمي ماري عزت. عندنا مكتب مستحضرات تجميل كذا فرع، البحيرة، برج العرب. لسه جايين هنا فاتحين المكتب جديد. احنا توزيع صيدلي، احنا مكتب توزيع صيدلي بنودي للصيدليات. عندنا بأسعار الجملة. لو في خصم او في احنا بناخده شريحة من الشركات، لو في خصم بنفيد العميل بتاعنا معانا بالخصم. واهم حاجة عندنا ان احنا طبعا نكسب ثقة العميل معانا، لان احنا في حتة الامانة. لو في حاجة مضروبة برضو بنقول لا بلاش ده. طب انتوا يعني اقصد انتوا كسعر جمله بقى يعني ارخص من بره اكيد؟ ارخص من بره. احنا بنودي للمكتبة، المحلات اللي بتفرش، الصيدليات، في عربيات توزيع بتلف، بيطلب قبليها الاوردر. المعارض دي بتفيدكم فعلا؟ المعارض دي بتفيدكم؟ بتفيد اللي احنا بنتعرف على ناس، بناخد ارقام ناس. الناس بتحب تعرف مكاننا. لو احنا مثلا مكاننا بعيد شوية الناس بتحب تجيلنا عشان خاطر السعر بيبقى رخيص. ده بيفرق. تبع جمعية ولا منكم؟ احنا جايين تبع جمعية المستقبل. أستاذة حنان. في حاجات عندنا برضو احنا بنجيبها حرق، اللي هي اورفلام ومايويه، مش شغالين بيها مجلة. احنا بنجيب الحاجات دي حرق. هي ممكن تزعل مننا الناس اللي هم شغالين شوية في مجلة، بس هي طبيعة شغلنا ان احنا نودي للصيدلي او اي حد بيفرش محل الحاجة بارخص سعر. لا ده قلم تحديد شفايف. كريمات الاساس بنجيبوها ماركات، ده برضو تحديد. كريمات الاساس بتيجي ماركات غير الاسعار خالص اللي احنا بنشوفها على النت. طبعا بنشوفوا اسعار غريبة خالص، لا احنا بنجيبه من الشركة نفسها ومن الوكيل. وفي حاجات بتجيلنا نظام كناتر زي رقم تليفوني 012 20 620 210. المكان بتاعي عند صيدلية عبد السلام، اسمه مكتب نسر البرية لمستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية في برج العرب، والفرع الثاني في البحيرة أبو المطامير. مساء الخير. يلا تقولوا لنا ايه الاخبار النهارده، وشايفه مستوى المعرض ايه؟ جميل والله، كل حاجة ذوقها حلو جدا. انا شايفه ما شاء الله عجبتك حاجات والدنيا زي الفل. حلوة جدا يعني، حاجات رقيقة. الاسعار مناسبه؟ الأسعار جميلة، أسعار حلوة أوي. تمام. كل ده موجود عندنا. يعني في ديسكاونت على كل الاسعار؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. انا في منسي، مجتمع مدني وتبع جمعية المرأة والتنمية، وجاية النهاردة في المعرض المقيم في برج العرب، أكبر معرض النهاردة إن شاء الله. وبنعرض منتجات الجمعية ومنتجات الأسر المنتجة ومنتجات الأولاد اللي عاملين، اللي هم تبعنا بتوع الدار، هم اللي عاملين المنتجات الجلدية دي. منتجات جميلة جدا تعجبكم، وحاجات حلوة وقمصان نوم واكسسوار وحاجات حلوة جدا جدا جدا، وشنط مصر برضو من انتاج الجمعية. حاجات حلوة، ويا ريت حضرتكم بقى كده يعني تشرفونا في المعرض. مهندسة الحبة سيوني عن جمعية زهور الحياة. النهارده ولاد الجمعية مشاركين في المعرض بالمنتجات بتاعتهم. مشاركين في المعرض بالمنتجات بتاعتهم، منتجات شغل بامبو وشغل أشغال فنية وأشغال يدوية وسجاد. وعملوا فقرتين فنيتين، فقرة اللي هي التنورة، وعملوا فقرة فنون شعبية. احنا مصورينها، ممكن حضرتك نبعتها لحضرتك.
وهم مش اول مره يشاركوا في المعارض، هم شاركوا كذا مره قبل كده، ولهم منتجات يعني يا ريت تساعدوا في تسويقها، وان الحاجات وشغلهم ده يبان اكتر. عندكم يعني اسعار هنا وكده الناس الحاجات مسعره، وفي ناس اشترت مننا حاجات الصبح، في حاجات اتباعت الصبح اهي الحاجات بتاعتهم. مش استاذ محمد شويه منه. ده شغلهم. ده شغلهم. شغل البامبو، شغل الكروشيه بقى، كلكم تقفوا تاخدوا الصوره كده وشغل السجاد زي ما انتوا كده تحت السلك. معاهم عدي.
في نهاية اليوم النهاردة من فعاليات المعرض نقلنا لكم كل الأحداث اللي حصلت النهاردة والمبيعات والأفكار الجميلة وكل الشغل، وزي ما احنا شايفين كده خلاص ان الوقت انتهى، وبكرة ان شاء الله بنجدد اللقاء معاكم ومزيد من التقدم لكل المشتركين في المعرض. وبإذن الله بكرة معاكم من أول اليوم من الساعة 9 صباحا ل 9 مساء في معرضنا الجديد حديقة كانديلا. وكانت معكم أميرة فاروق وبرنامج ميديا مصر.